استاذ خليفه. نعم، إن كانوا صغارا ولم يروا هؤلاء النجوم الكبار أن العشق امتداد لهؤلاء الأساطير، لهؤلاء النجوم الذين سطروا الروايع في عالم كرة القدم وسطروا الصفحات على مدى السنوات على تاريخ الكلاسيكو الأكبر والكلاسيكو الأشهر، كلاسيكو ريال مدريد برشلونة. هذه المرة الدوحة دائما ما تكون على الموعد، وهذا اللقاء الذي يأتي ضمن لقاءات هذه الكلاسيكو على صعيد الأساطير وعلى صعيد لقاءات الكلاسيكو. أجواء كبرى، أجواء رائعة حاضرة خالد. طبعا مثل ما تشاهدون مشاهدينا الكرام، هنا المؤثر على مستوى رقم 1 في العالم خابي الإيطالي يظهر في صورة مع هذا الطفل الفلسطيني الذي يأتي إلى الدوحة. كيف تحتار الليلة مع هؤلاء الأسماء وهؤلاء النجوم. أعتقد أنك تشوف حاضر الموجودة، هذا ريفالدو يعيدها في الخلف، تغيير الاتجاه في الجهة اليمنى ناحية جولي، وكان يسوي بلاوي جولي، عرضية موجودة سمير لكن أبعدت ركنية. مين راح يلعب الركنية؟ هذه للاعبين وهذا اللي ينتظر. ريفالدو اللي تسأل عنه هو اللي راح ينفذ. عينك يا سلام. يا سلام يا سلام. هدف ضايع لبرشلونة عن طريق سورين، كان نجم في لقاء خالد. يبدو لي مع الدقائق الاولى ايضا حتى يعني اغلب اللاعبين تشعر ان فت محافظ. شوف هذه تكمل 10 لاعبي الفريقين على مثل هذه الأمور. هذه كرة لديفيد فيا داخل منطقة الجزاء، محاولة لبرشلونة ولكن إلى خارج. واحنا نشاهد هذه المباراة، نشاهد هذه النجوم اللي قاعد تلعب واللي وقفت صار لها بعضها. وأتمنى أتمنى 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 أن نشوف مثل هذه المباريات عربية، يعني يمكن على مستوى الأندية أنت تشوفها خليجية. هذه كرة الهدف الأول، نعم يسجل برشلونة ليكون رباعية. المهم يسجل سورين الهدف الأول لمصلحة برشلونة بعد عرضية كانت في الجهة اليمنى. شوف حتى الفرحة تشعر هذا نجم كبير على مستوى حراسة المرمى. برشلونة عموما يسجل أول أهداف المواجهة من الأساطير، وأيضا نسينا نقول يعني لمحمد المزيد الذي سيقود هذه أو قاعد يقودها تحكيميا بدال، يعني ترى كنت عارف المرض والأمور مثل هذه. هنا ديفيد فيا، هذا ريفالدو. شاهد هنا كرة لدى ريال مدريد الذي يبحث عن عودة في هذا الكلاسيكو. هو سيدور. أنا قلت لا أنا قلت يطرد سيدور، المزيد راح يروق. يعني تصرف هذا. لا سيدور. اليوم أنت شايف الأسعار الموجودة بالنسبة للاعبين والسعر وين وصل. خليني أعطيك أسماء من اللي ممكن هو كان في نهاياتها على 50 تقريبا. تكلم عن هذه كرة 45. شوف يا عيني يا لسه لا يعني ما تتكلم عن يعني نجم اعتقد من النجوم الاساطير في ايطاليا. اوكي، فانت تقول لي سيدورف 75 انتحر. هذه كرة موجودة. برشلونة يتقدم عن طريق الارجنتيني سورين بعد عرضية موجودة، وهذه لدينا فيها نسى الكتالوج. نسى الكتالوج يا مزيدي. فرانسيسكو بيو نسى الكتالوج. على ايامهم كانت مرة المنطقة خالد عادي ولا شلون يعني؟ كنا ما سوى شيء يا فرانسيسكو. كان شوفه كان يا بيو وين؟ يوم ورا كل حيطة ينسدح لاعب. هذا اوبا الله الذهب. ايش يا سمير؟ بعض الاسماء بريقها لا يصدع. الله، الذهب لا يصدع. نعم الذهب لا يصدع خالد. هذا مو بركلة حرة مباشرة، بنالتي يتعامل معها رونالدينو. يا من لا تعرفونه، يا من تجهلون حينما كان لاعبا. الآن هنا شاهدوا يتقدم السن.
رونالدينيو 2006 2007 انا اعتقد ان تقدر انت تحط 190 200 مليون وانت مغمض. هو رونالدينيو لانه كان يسدد الكرات الثابته ارضيا، وبداوا بعض اللعيبه ايضا يسددوا الكره بنفس الطريقه، خاصه الكرات القريبه، فقامت الانديه تحط لاعبين. تاكي شوف سيدورف من اجل عوده لريال مدريد، هذه تكمل المفترض، لكنها مرت بعد ذلك الى خارج ارضيه الملعب من سيدورف. شيء يظهر هنا في اللقطه الماضيه، اعطانا واحده خالد. ها شوف سيدورف من الفرقه حقت الكره خارج المنطقه. بيدرو كونتيراس طبعا الحارس اللي دخلوا هذا الهدف الذي سجل عبر رونالدينيو يجب ان يضع بصمه. شوف ايضا شوف سيدورف يحاول يسدد واحده، عادت رجعت، ممكن فيها تسلل. احسبها يا رجل، احسبها يا رجل. لعب لفتره مع الشحانيه، وايضا بعد ذلك قاد على الصعيد التدريبي. شكلها خالد ثلاثه، شكلها ثلاثه. ما عنده تعب. الجهه اليسرى لمصلحه فيجو مره اخرى. هذه كراته، هذا اسلوبه في تغير، لا زال نفسه. هذا هو حافظينه. شوف عمليه انه يخليك هذه المواجهه. ومثل ما قلت لك هذا جمهور كاس العالم متعطش في هذه الفتره، كان يحضر يشوف هذا سيدور في تمريره جميله. هل يقلص الفارق بالنسبه لريال مدريد؟ ممتنع السهل الممتنع. بوفون سقط في ارضيه الملعب، راح ديفيد عصب عليه. واحد منهم. خلينا نشوف. ريفالدو يستعد، ديفيد فيا يضعها في الماء. يا هي كرة حلوة جدا. الكرة من ديفيد فيا مرت بجوار القائم الايمن الى خارج ارضية الملعب. كرة جميلة للغاية، سددها ولا زالوا يملكون على الكرة. ومشاهدة مثل هؤلاء النجوم في عملية الإتقان. ممكن فرصة لتقليص فارق. أيضا تسلل، أكيد تسلل لين يرجع. شوف لي لين يطلع من التسلل. شوف لي مين المساعد. يعني كونجو مثلا المحروم من الحياة الطبيعية، كل هذه المعيشية. مثلا أنا أعطيك مثال على ريفالدو اللي تابع على السوشيال ميديا. هذا أبيدال في تقدم يأتي. شوف أبيدال. ما ذكرت خالد بالنسبة لهؤلاء اللاعبين بالضبط في المحافظة، في التواجد، على مستوى نشر اللعبة، على مستوى البراند باسم النادي. هذا فيجو يحاول، لكن أبيدال من أمامه مو مخلي. جاك يا باتيستا وين دخل فيه رونالدينيو، لكن كانوا يسمونه الدبابة. ايش تتوقع الحديث اللي ما بينه وما بين رونالدينيو؟ تتذكر انت باتيستا صح؟ إيه؟ لعب لريال مدريد وبعد السنوات العرب بلد الوليد ملقا بعد مدريد. انا اعتقد في بعض الاسماء اللي طلعت يمكن ترجع تلعب. يرجع ايضا باتيستا، لكن الكره لا زالت لمصلحه الريال. تقليص فيجو، هل يسجل؟ سيدورف وين؟ يا سيدورف. هاي متسلل. لسه متسلل دائما وابدا. فيصل اذا شوفوا اللجنه المنظمه برضه هذه برضه ما لحقوا، بس عارفين. ايضا هذه اللقطات لا تنسى. ما عندهم اسطوره، بعض الانديه ما عندها اسطوره، لكن شوف ريال مدريد وبرشلونه كم اسطوره. ها الكل عنده متاكد. لا، لان كل نادي يعتبر مثلا اعطيك مثال، مثلا مو فيجو، مو تيدورف، مو ريفالدو، مش الاسماء هذه. ايوه مش هذه الاسماء. على ممكن يكون عندنا مشكله في كم من اللاعبين اللي موجودين، انك تحصل مثلا 11 لاعب، واذا حصلت ما لا يوجد. يعني شاهدنا، يعني تتخيل شاهدنا فترات سابقه منتخب العرب او نجوم العرب او الخليج، لكن عينك على برشلونه الذي يبحث عن هدف ثالث ربما ما انت محصل. لا مو محصل لهالدرجه يعني. بالضبط. هذه تسديده بالسهل، مش النجم اللامع لكن مؤثر. يعني بالسلب والايجاب. كان بدأت تتقرب عن اللاعب اللي تشبه فيه. بالسلب والايجاب كان. يعني افضل لاعب
وفي مباراة يجيب الأعياد. هذا يبقى عن طريق سيدورف لمصلحة ريال مدريد. هذا هو باتيستا يضعها لكنها بعيدة تماما. برشلونة لو بنجيبهم لاعبين من ريال مدريد، لاعبين من برشلونة في هذا الزمن. تمريرة كوارينو طبعا إلى ريفالدو استلم، عاد إلى رونالدينيو ينتظر يبحث الآن يمرر. الله الله الله. أنا لو تعاد أبيك تتذكر هدف سجله. شوف رونالدينيو الآن في هدف سجله على نادي بهالطريقة هذه وضعها بوز. يلعب مكان كوندي في برشلونة اليوم ويقدم أداء أفضل اليوم. الله مدريد سجل. ديبور أبعدها ديبور. فرانك تفتكر الشمال؟ اي طبعا لعب لفترة. تفتكر هو رونالد طبعا لعبوا في الشمال ولعبوا في الآن شوف باتيستا يعطي تمرير لمدريد. ودنا بجول لمن دفاع برشلونة من الشوط الأول لا زال متماسك جدا. دي أسطورة. المؤسسة المعنية بذلك تكلم 50 في هؤلاء النجوم. كرة تلعب لدى ريفالدو، ربما تكون حاضرة من الجانب الايسر. الرأسية والابعاد الموجود حاليا في ارضية. يجسد العمر مجرد رقم، لكن عينك على رونالدينيو. الله حرام ما تكمل. حرام كان ودنا تكمل. الكل هنا يتحسر على الكرة. ليس أنت فقط يا رونالدينيو. مدرجات استاد خليفة الدولي، الجماهير تتحسر والمعلق يتحسر. شوف عينك عليه. رونالدينيو خالد. ريفالدو غادر سنوات طويلة جدا. هذه تمريرة مثالية جدا من ديفيد فيا ناحية كواريشما في الجهة اليسرى لمصلحة برشلونة بوجه القدم، لكن أيضا في أحراء. افترض 52 شاب يعني ولا شوف هذا فيجو. عينك. الرد يأتي من لويس فيجو. نعم الرد يأتي من لويس فيجو. لسه شاب ولو أنه قد غادر وبلغ عمر 52. أخيرا ريال مدريد يسجل من أمام برشلونة في لقاء الأساطير، وعن طريق من؟ عن طريق لويس فيجو. وصل الانتر وعمل في الانتر، لكن هنا لدينا التعادل يبدو بأنه اقترب بالنسبة للريال، لكن الكرة سيدورف أو باتيستا. كونجو الآن والاستلام، مقدم مباراة رائعة لحتى الآن، باقي في أرضية الملعب، لكن مش مثل والده يعني، مش مثل والده. لكن شوف باتيستا، شوف الكنترول، شوف البلنتي. صفر يا حكم، صفر يا مزيدي. الكرة لكن شوف عينك على كل مر. راح أعطيني واحدة. يا سلام شوف الفرحة، شوف الساعة. يا عيني يرقص فرحا وكأنها بالأمس، وكأنه لقاء هناك في ملعب ريال مدريد على بطولة الدوري. اي والله. شوف كيف فرحة، شوف كيف سعيد، يحتفل بالتعديل ويعيد فريقه. 2-2 في الدوحة. تغير الجو 180 درجة، وأعلن عن يعني فصل الشتاء رسميا. خلينا نقول دخول المجموعات، كنا دور مجموعات. شوف التمريرة، شوف الكعب، شوف الراية. استاد خليفة الدولي. شوف رونالدينيو يريد أن يكافئ هذا المدرج. يا عيني على التمرير. أعطيني الثالث. كوريا الجنوبية غانا كانت 3-2 ما أدري مين. البرازيل هذه أنت معلقها ولا لا في كأس العالم؟ صح ولا لا؟ الظهر ديفيد فيا ممكن يمر. سلامات. شيء من برشلونة، شيء من جمال برشلونة ممكن تشوفه في الهدف الثالث. بنية الجسدية تكون هالك البرازيلي شيء نفس. لا هذا ما طلع. هذا ما طلع. هذا راح يطلع. هذا ما تخرجه. هذه اللمسات بالنسبة. شوف هذه اللعبة.
شيء من رونالدينيو، قليلا من سحر هذا الساحر الكبير الذي ما قدم في عالم كرة القدم. تتكون عند الشخصية. بل انت شوف يا الله. لا لا ابعد عنهم. هذه مباراة اساطير، هذه استعراضية من جدك، هذه استعراضية. مزيد ابعد عنهم شوي. شوف ردة الفعل، زعلان. الله. كلايفرت مع بيدرو، شوف من يجيبها. كلايفرت حط له كورة. بيدرو يا بيدرو، الله عليك. الله عليك. هذا لو بدا في اللقاء ما كانت 2-0 الكرة على هذه الكرة. يعجبني خالد، يعجبني. سافيو مرر لكن اللي جات ركلة مرمى. شوفوا الله الله كله عنده وعليه، فشيء مو طبيعي بالنسبه لفيجو ما شاء الله. وهنا لدينا كره وعلى كره. يا سلام. ديفيد فيا واول الاهداف. نعم ديفيد فيا. تعال ركله جزاء سيدر فلان من اجل التعديل، حطها يا رايك. كاريزما هل يسجل ثاني الاهداف للبرشا؟ الله 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 الله. من اللي يكسبها؟ فيجو. لويس فيجو يا لثالث الاهداف بالنسبه لبرشلونه. ديبور وتصدي اوبا. قدم او ميليو. الان ركله الجزاء. اوه صد وانا راح. لكن بنديت على تنفيذ ركله الجزاء الان الرابعه لمصلحه برشلونه وهدف فيه هذا المتعارف في كرة القدم. لكن كونجو الآن يكمل. هو ما يسجل. انتهت. يبدو بأن انتهت هذه الكرة التي وضعت. الله الله الله. انتهت الأمور. وجيسوس انجوي صاحب 58 سنة حارس برشلونة